الاهلي بيكسب بالتحكيم والزمالك بيخسر بالتحكيم، و12 او 14 حلال احسن من 43 حرام. جمل بنسمعها من الزملكاويه في كل مره بيخسروا الدوري، جمل بنسمعها من الزملكاويه لما بيعملوا شماعه ويعلقوا عليها اخطائهم ان الاهلي سبب انه يكسب الدوري بيكون هو التحكيم المصري. في الفيديو ده عملت لك احصائيه بسيطه ما بين الاهلي والزمالك في اول 12 مباراه لعبهم الاهلي واول 14 مباراه لعبهم الزمالك، من حيث عدد الاهداف، عدد النقاط، كام ضربة جزاء اتحسبت للاهلي وكام ضربة جزاء اتحسبت للزمالك، كام ضربة جزاء اتحسبت على الاهلي وكام ضربة جزاء اتحسبت على الزمالك. ففي الفيديو ده يا صديقي ما تنساش دعمك هو الوسيلة الوحيدة اللي بتخلي الواحد يكمل، واللايك هو الوسيلة الوحيدة على اليوتيوب بيقول المحتوى ده كويس او مش كويس علشان يرشحه لغيرك، فما تبخلش علينا بيه. في الفيديو زي ما قلنا، بما ان الاهلي بيكسب بالتحكيم وبما ان الاهلي كل القرارات بتكون لصالحه، اذا اي لعبه فيها شك هيكون فيها قرار لصالح الاهلي، بمعنى ان اي كره داخل منطقه جزاء الخصم لصالح الاهلي هتكون القرار الاول للحكم على طول من غير تفكير، هيحسب ضربه جزاء للاهلي. فنيجي نشوف الاهلي في الموسم الحالي سجل كام هدف، منهم كان كام هدف من ضربه جزاء. الاهلي الموسم الحالي سجل 26 هدف، وده رقم كويس جدا في 12 مباراه، يعتبر الاعلى نسبيا في الدوري لحد دلوقتي. من ال 26 هدف دول هدف وحيد بس من ضربة جزاء واحدة بس اتحسبت للاهلي الموسم الحالي، وضربة الجزاء دي كانت في مباراة بلدية المحلة، وسجل وسام ابو علي منها الهدف الثاني للاهلي. اذا الاهلي اللي بيكسب بالتحكيم، اذا الاهلي اللي كل قرار بيكون للحكم او اي لعبة فيها شك بيكون القرار لصالح الاهلي، بيتحسب له ضربة جزاء واحدة بس. وعن كلام الزملكاويه او اي حد، مفروض ان الاهلي اكتر فريق يكون بيتحسب له ضربات جزاء بما ان هو بيكسب بالتحكيم. طب تيجي نشوف الزمالك اتحسب ليه كام ضربه جزاء في 14 مباراه، وهنا مش هقول لك ضربات الجزاء ديت كلها حرام او هقول لك ان الزمالك ما يستحقهاش، لكن هقول لك على الاقل في المباريات دي الزمالك بياخد حقه رقم 3 ضربات جزاء في 14 مباراه، يعني رقم معقول جدا على الاهداف اللي سجلها الزمالك، لان الزمالك سجل 23 هدف. الزمالك بيتحسب ليه 3 ضربات جزاء، ضربه جزاء قدام انبي، ضربه جزاء قدام البنك الاهلي، وضربه جزاء تقريبا قدام فيوتشر، يعني 3 ضربات جزاء الزمالك بيتحسبوا ليه مقابل ضربه جزاء واحده بس للاهلي. طب تيجي نشوف الاهلي الوحش دي، تيجي نشوف الاهلي اللي قرارات الحكام بتكون لصالحه لما تكون كوره بتكون عليه او بيكون في كوره فيها شك ان القرار يكون ضد الاهلي. ايه اللي بيحصل؟ هل الحكام ما بتحسبش ضربه جزاء على الاهلي؟ لو جيت تبص هتشوف ان الاهلي في الموسم الحالي اتحسب عليه 4 ضربات جزاء في 12 مباراه، وده رقم كبير جدا يتحسب على الاهلي في 12 مباراه، والموسم كله هتلاقي ان الاهلي بيتحسب عليه ضربات جزاء اكتر من كده كاكتر فريق عادي جدا مع الحكام بيحسبوا. اذا الاهلي اللي المفروض اي كوره بيكون فيها شك او قرارات الحكام بتكون لصالح الاهلي، هتلاقي ان الكرات دي او ضربات الجزاء الاكثر حصولا او اتحسبت على فريق في الموسم الحالي هتلاقيها على الاهلي. الاهلي بتحسب عليه 4 ضربات جزاء في مباراه الجونه، في مباراه تقريبا المباراه بتاع الاسماعيلي وكمان مباراه المقاولين العرب ومباراه بلديه المحله، 4 ضربات جزاء بيتحسبوا على الاهلي الموسم الحالي. في المقابل لو جيت تشوف الزمالك اتحسب عليه كم ضربة جزاء. الزمالك المظلوم، الزمالك اللي الحكام بتيجي عليه، الزمالك اللي الحكام دايما بتظلمه ودايما بتخلي الزمالك يخسر نقاط ويخسر مباريات. هتلاقي ان الزمالك في 14 مباراة الزمالك ما اتحسبش عليه ولا ضربة جزاء واحدة بس. تخيل يا مؤمن، الزمالك اللي استقبل 14 هدف زي الاهلي، ال 14 هدف اللي استقبلهم الزمالك دول مفيش هدف من ضربة جزاء، مفيش كرة واحدة فيها شك تتحسب على الزمالك زي ما بيحصل مع الاهلي. يعني المفروض ان الزمالك ده يكون بما انه مظلوم لا بيتحسب ليه ضربات جزاء وبيتحسب عليه ضربات جزاء مضاعفه، ده ما بيحصلش مع الزمالك، ما بيتحسبش عليه لا ضربات جزاء. ومش هقول لك ان عليه ضربات جزاء ما اتحسبتش، هقول لك ان على الاقل الزمالك ما اتظلمش، على الاقل ما فيش ضربه جزاء اتحسبت على الزمالك ظلم. يعني الزمالك بياخد حقه ثالث ومثلث، واخد 3 ضربات جزاء في 14 مباراه وما اتحسبش عليه اي ضربه جزاء نهائي. يعني الزمالك ما فيش ضربه جزاء جت كده او كده واتحسبت ظلم وطلع بعد المباراه الجمهور يقول لك اتحسب علينا ضربه جزاء. في المقابل ان الاهلي اتحسب عليه
4 ضربات جزاء. وهنا هتقول لي الاهلي فريق دفاعه مش كويس. طب ما الزمالك فريق دفاعه مش كويس، الاهلي استقبل 14 هدف والزمالك استقبل 14 هدف. هتقول لي ان الاهلي طبيعي ما تحسبش ليه غير ضربه جزاء واحده لانه ما سجلش اهداف كتير. هقول لك ان الاهلي مسجل 26 هدف في حين الزمالك مسجل 23 هدف منهم 3 اهداف من ضربات جزاء. دي احصائيه بسيطه كده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم علشان تعرف ازاي الزمالك بيكسب بالتحكيم وازاي الاهلي اللي بيقولوا عليه بيكسب بالتحكيم. التحكيم ملوش اي دور في ماتشات الاهلي. الاهلي بيتحسب عليه ضربات جزاء عادي جدا، ما بيتحسبش ليه ضربات جزاء بفتره او في كل مباراه. بيتحسب ليه ضربه جزاء طول الموسم، ضربتين جزاء، 3 ضربات جزاء في 34 ماتش او 35 ماتش. فشوف مين اللي بيكسب بالتحكيم وانت تعرف ازاي الزمالك بيكسب بالتحكيم وازاي الزمالك على الاقل لو ما بيتظلمش بياخد حقه، ولو ما بياخدش حاجه غير حقه المهم ان هو بياخد حقه عكس الاهلي اللي تماما. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بتشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس، سيب لايك وكومنت للفيديو وان شاء الله اوصلك كل جديد.